يوم الأربعاء 23 يوليو عام 1952 يوما خالدا في تاريخ مصر الحديثة. بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. أخذ القائد العام يعد مع معاونيه خطته المباركة لبدء حركة التطهير، وكان القائد العام يشرف بنفسه على هذه الحركة المباركة التي قابلتها البلاد من أقصاها إلى أقصاها بالترحيب والتأييد، ذلك أن الشعب وجد فيها الخلاص من نير الاستعباد الذي كان جاسما على حريته، ولمس فيها القصد النبيل فأيدها وباركها. تمت حركة الجيش المباركة دون إراقة دماء، وبطريقة سلمية لم يسبق لها مثيل في تاريخ العالم، وذلك بشهادة جميع الدول. وقد اطمأن إخواننا الأجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم، واعتبر الجيش المصري نفسه مسؤولا عنهم وعن حمايتهم. وكان يوم السبت 26 يوليو يوما حاسما في سير الحركة العسكرية الإصلاحية. ففي الصباح المبكر وصلت إلى ميدان قصر 60 قوة من الدبابات وجنود المشاة وحاصرت القصر، وذلك إتماما للخطة المباركة التي قام بها الجيش لتطهير البلاد واستتباب الأمن فيها. وضرب حصار مماثل على قصر المنتزه، فمنع الدخول إليه والخروج منه. ورابطت بعض الدبابات على جميع المنافذ المؤدية إلى قصر عابدين، واصطفت السيارات المصفحة تحيط بالقصر، وسمح لجماهير الشعب الزاخرة بالوقوف في أركان الميدان، فتعالى هتافهم بحياة الجيش وحياة اللواء محمد نجيب منقذ مصر. تم كل ذلك في هدوء، واستقبلت الجماهير هذه الظاهرة بالغبطة والسرور. وحوالي الساعة 9 صباحا قصد اللواء أركان حرب محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة إلى رئاسة مجلس الوزراء في بولكلي، حيث قال ماهر رئيس الوزراء، وأحاطه علما بالخطوات الجديدة التي قام بتنفيذها الجيش لتطهير البلاد من الفساد والرشوة والمحسوبية. وتعددت مقابلة القائد العام للقوات المسلحة برفعة رئيس الوزراء، حيث انتهى الوضع بتنازل الملك فاروق الأول عن عرش مصر لولي عهده الملك أحمد فؤاد الثاني. وفي تمام الساعة 6 من مساء يوم السبت 26 يوليو عام 1952 أنزل العلم الخاص بالملك فاروق من فوق سارية قصر 60، واستقل الملك اللانش البحري إلى المحروسة التي أقلته إلى خارج البلاد، بين طلقات المدافع التي أطلقتها المدمرة فاروق الأول تحية للملك السابق طبقا للتقاليد التي تتبع في مثل هذه الظروف.
زار القائد العام سكنات الحرس في قصر 60 حيث استقبله اللواء عبد الله النجومي وضباط الحرس، فصافحهم القائد العام مثنيا على وطنيتهم مشيرا إلى أنهم من الجيش وطمأنهم على مصيرهم. ثم زار على الأثر المستشفى العسكري ووزع على المرضى بعض الهبات المالية. وكانت خاتمة مظاهر هذا الحدث التاريخي ذلك الاستعراض العسكري الكبير الذي أقيم في الأسكندرية، إذ خرج طابور كبير من القوات المدرعة فتقدمه السيارات المصفحة والدبابات الثقيلة فمدافع الميدان فسيارات نقل الجنود، وسار هذا الطابور في شوارع الأسكندرية بين هتاف الجماهير الداوي بحياة مصر وحياة جيشها الباسل. حفظ الله لمصر شعبها الكريم وجيشها الباسل ومنقذها العظيم وأبنائها الأوفياء. اللواء أركان حرب محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة يوجه كلمة للشعب المصري الكريم. تفشت عناصر الفساد في مرافق الدولة بدرجة خطيرة أساءت إلى سمعة مصر في الداخل والخارج، وهددت سلامة الشعب ورفاهيته وأمنه، وأصبح الدستور الذي جاهدنا في سبيله وبذلنا النفس والنفيس حتى حصلنا عليه حبرا على ورق. ولم يكن الفساد وقفا على المرافق المدنية، بل تعداها إلى الجيش، وتآمر الخونة على جعل مصر بدون جيش كامل التسليح يذود عن حياضها إذا جد الجد، فلم نجد مناصا من منازلة الفساد والقضاء عليه أينما وجد، فقمنا بحركتنا السلمية معتمدين على الله وعلى تأييد شعب مصر الكريم بغرض أسمى، وهو تطهير مرافق الدولة وفي مقدمتها الجيش وإعادة الحياة الدستورية الصحيحة في البلاد. وقد قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم، والله ولي التوفيق. شهد القصر الذي ظل عشرات السنين يستقبل الطغاة طاغية بعد طاغية ما لم يشهده من قبل. الرئيس محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر يدخل قصر عابدين، القصر الجمهوري. لقد افتتح التاريخ صفحاته النقية ليسجل فيها أمجاد مصر الحرة الأبية. وخرج الرئيس إلى شرفة القصر، قصر الجمهورية، ليرد تحية الآلاف من أبناء هذا الشعب الذين أخذوا يهتفون ويكبرون ويحيون من أعماق قلوبهم أبطال الثورة الذين خلصوا مصر من حكم فاسد طويل. وفي صباح اليوم التالي كان القصر الجمهوري مقصدا للكبراء ورجال السلك السياسي والعلماء وضباط الجيش والبوليس والأعيان والموظفين ووفود أبناء السودان والأقطار الشرقية لتقييد أسمائهم في سجل التشريفات، مهنئين بإعلان الجمهورية، معبرين عن تمنياتهم بعهد زاهر سعيد. كما قصد إلى منزل الرئيس المهنئون على اختلاف طبقاتهم، وها هو الرئيس يجلس بين بعض إخواننا السودانيين يتقبل تهانيهم ويشكر لهم جميل شعورهم. وصل الرئيس محمد نجيب إلى السرادق الذي أقيم في ميدان الحرية ليرسي بيده حجر الأساس لمبنى الإذاعة المصرية الجديد، فاستقبل من الحاضرين بالهتاف والتصفيق. وقصد الرئيس إلى المنصة الرئيسية يحيط به حضرات الوزراء والرئيس السابق حسين سري ووزراء الدولة السابقون الذين رأسوا مجلس إدارة الإذاعة من قبل. وألقى الأستاذ فتحي رضوان وزير الإرشاد القومي كلمة جاء فيها: ولأن الإذاعة قيد الله لها
من الشرف ما لم يقيد لغيرها، فقد كانت وسيلة هذه النهضة المباركة في الاتصال بعموم هذا الشعب العظيم المجيد، إذ نقلت في 23 يوليو من هذا العام أول بشير لميلاد هذه النهضة العظيمة. بعد ذلك تحدث الرئيس فقال: أن يعمل كل من في الإذاعة بل وكل من في البلد على أن نستثمر هذه الإذاعة بحيث تؤدي الغرض المقصود منها. ثم أرسل الرئيس بيده حجر الأساس لمبنى الإذاعة المصرية الجديد. وثبت مصر يوم الجمعة 6 فبراير عام 1953 وثبة مباركة كبرى إلى الأمام. ومصر في عهد الحرية الجديد لا تخطو بل تثب وثبا. ولقد افتتح الرئيس اللواء محمد نجيب قائد ثورة الجيش المقر الرئيسي لهيئة التحرير، مفتتحا بذلك كعبة يحج إليها المصريون جميعا ويتجهون إليها بأفئدتهم وأرواحهم. ففي كعبة التحرير لا سيد ولا مسود، إنها كعبة الشعب، والدين فيها هو الإيمان بالوطن. ووقف الرئيس محمد نجيب رئيس هيئة التحرير يرد على تحية آلاف الجماهير، ثم يلقي خطابه التاريخي. ووقف بجواره البكباشي جمال عبد الناصر سكرتير عام الهيئة وحضرات وزراء الشعب وكبار ضباط الجيش. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، شاءت إرادة الشعب أن تندفع عجلة الثورة في طريقها المرسوم لها، فحطمت هذه الإرادة الصعاب التي اعترضتها واتسحت في سبيلها. خصومكم الظاهرين ومؤيديهم المختفين كان لابد أن تنظم الثورة في صفوفها، وكان لابد أن تعمق الثورة جذورها، وكان لابد أن تنصر الثورة جذورها. ولم يكن هناك سبيل إلى ذلك إلا بإنشاء هيئة تتكون من مجموعكم وتختفي في ظلها الفوارق بينكم، وتتهيأ بفضلها دواعي الوحدة بين طبقاتكم، وتتسع فيها الفرصة للعاملين والمضحين والمنتجين منكم. ولقد جاءت إرادة الله العلي أن يكون الاجتماع الأول لهذه الهيئة في هذه الساحة التي شهدت كثيرا من مفاخركم ومآسيكم، بل شاءت إرادتكم أن يكون مقر هذه الهيئة في هذا المبنى الذي كان إلى وقت قريب دارا لحرس الملك. فما أجمل هذه النقلة في تاريخكم، وما أعظم أن يحل محل حرس الملك حرس الشعب. وكان الميدان قد اكتظ بأكثر من 50,000 نسمة جاءوا يبايعون بطل التحرير ورجال التحرير ويستمعون إلى قائدهم العظيم.
الانتهاء من هذا اليوم المرموق بين أيام الدهر وقفت الآلاف من أفراد الشعب المصري المناضل تهتف من أعماق قلوبها: تحيا الجمهورية، تحيا مصر، لا ملكية ولا استعمار بعد اليوم، عاش محمد نجيب. وانشقت الحناجر واهتزت القلوب حين بدأ ركب الرئيس يغادر قصر الجمهورية متجها نحو مقر هيئة التحرير، شاقا طريقه بين الآلاف من أبناء مصر. ولم يكن هناك متسع لقدم، فلم تستطع الأجساد أن تتحرك، ولكن استطاعت الرؤوس وارتفعت الأيدي مصفقة ملوحة بالمناديل، فبدت الأرض وكأنها تميد. ثم وصل الرئيس إلى الشرفة حيث كان ضباط القيادة ورؤساء الأديان. وحين أصل الرئيس من شرفة مقر هيئة التحرير ازداد اهتزاز الميدان بالتصفيق والهتاف، وتأجج الحماس ليبلغ منتهاه، واختلط الحماس بالتصفيق والهتاف بانسجام رائع ليتحول زئيرا يهز جنبات الفضاء. وبعد تلاوة ما تيسر من آية الذكر الحكيم قام رؤساء الأديان الثلاثة يبايعون الرئيس محمد نجيب رئيسا للجمهورية. إن مصر اليوم وحدة واحدة لا تنحرها شيعة ولا تفرقها مذاهب، إنها أمة واحدة أجمعت رأيها ووحدت كلمتها، ووقفت تبايع رئيسها الذي يبادلها حبا بحب ووفاء بوفاء. ثم ألقى الرئيس خطابه التاريخي الذي جاء فيه: اليوم أعلن أننا قد حطمنا باسمكم آخر قيد من قيود الظلم والاستبداد التي فرضتها عليكم أسرة حاكمة غريبة عنكم منذ أن قامت، فأنهينا باسمكم الملكية ليطويها التاريخ بما جرت عليكم من مآس وآلام، وقامت الجمهورية بإرادتكم لتفسح الطريق نحو المجد ونحو حياة شريفة يتكافل فيها المواطنون ويكون أول خدام الشعب هم الحاكمين. ثم دوى في الميدان صوت رددت مصر كلها وراءه ما قال: إنه جمال عبد الناصر. أيها المواطنون، أيها المواطنون، فلنقف جميعا لمبايعة الرئيس اللواء أركان الحرب محمد نجيب رئيسا لجمهورية مصر. فلنقف جميعا لنردد المبايعة. اللهم إنا نشهدك وأنت السميع العليم أننا قد بايعنا اللواء أركان الحرب محمد نجيب. قائد الثورة رئيسا لجمهورية مصر، كما أننا نقسم
26 يونيو عام 1956 يوم خالد في تاريخ مصر. فقد أقبل الشعب المصري بمختلف طبقاته يعلن كلمته في أول استفتاء شعبي على الدستور ورئاسة الجمهورية، وسارع الناخبون في حماس وعزيمة ووطنية لإبداء رأيهم في نظام وحرية لم تشهد البلاد مثيلا لهما من قبل. ومنذ الصباح الباكر احتل الناخبون مراكزهم في صفوف طويلة منتظمة أمام مدخل اللجان ضمت مختلف الطبقات والطوائف من شيوخ وشبان وسيدات ومن وزراء وعمال وتجار وموظفين وجنود، وكان هذا المظهر دليل تطور حقيقي واتجاه نحو المساواة والروح الديمقراطية السليمة. ولأول مرة خلا الاستفتاء من كل ما يشوبه من ضغط أو وعيد أو إغراء، فقد تم في سرية كاملة وباشر الناخبون حقهم في حرية تامة، وظلت اللجان تستقبل الناخبين طيلة يوم تاريخي يعتبر بداية مرحلة جديدة في حياة جمهوريتنا الفتية. وأقبل الرئيس جمال عبد الناصر على مقر لجنته الانتخابية ليدلي بصوته في أخطر استفتاء عرفه شعب مصر. وباشر الرئيس حقه الانتخابي كمواطن يؤدي واجبه الوطني، وأعلن الدباش زكريا محي الدين وزير الداخلية فوز الرئيس جمال عبد الناصر فوزا إجماعيا ساحقا بنسبة مئوية قدرها 99.9% من عدد الناخبين، كما وافق على الدستور الجديد بنسبة 99.8%. وبذلك أثبت شعب مصر للعالم تقديره لجهود العاملين المخلصين من أبنائه ورغبته الأكيدة في حياة ديمقراطية سليمة. وما أن أعلنت نتيجة الاستفتاء حتى تدفقت جموع الشعب المصري بمختلف طوائفه وهيئاته على دار الرئاسة تهنئ جمال عبد الناصر أول رئيس للجمهورية الفتية وتعلن ثقتها به وعزمها على السير وراءه. وحيت الجموع المحتشدة جمال عبد الناصر بطل الجلاء وزعيم الحرية الذي حقق لشعبه العزة والمجد. خاطب الرئيس هذه الجموع قائلا إن شعب مصر قد آل على نفسه أن يسير قدما في زحفه المقدس من أجل الحياة والحرية، ولقد أثبت الشعب بهذا الاستفتاء أنه الطليعة في معركة الحرية وبناء الوطن، وأن إرادته القوية في تحقيق أهدافه الكبرى لا بد أن تتحقق. إن مصر اليوم قلب واحد وكتلة واحدة تعرف طريقها وأهدافها. وأقبل ضباط القوات المسلحة المصرية من مختلف الوحدات يهنئون الرئيس الأعلى بثقة الشعب وبإرادة الأمة التي أجمعت على اختياره. وشق الرئيس طريقه وسط إخوانه وأبنائه من الضباط يبادلهم التحية والتهنئة. الرئيس وصحبه الأبرار تهانئ الوفود العسكرية التي شاركت مصر أفراحها بأعياد الجلاء. وقدم رئيس البعثة العسكرية السورية للرئيس هدية رمزية من جيش سوريا الفتي. كما حمل سمو الأمير فهد تهنئة عاهل المملكة العربية السعودية إلى الرئيس جمال عبد الناصر. وفي المساء حضر الرئيس الحفل الساهر الذي أقامه ضباط القوات المسلحة بناديهم بالزمالك، وانتقل بعد ذلك إلى حديقة النادي حيث بدأ الحفل الساهر. وتحدث الرئيس إلى إخوانه الضباط فقال إن رجال القوات المسلحة قد خرجوا في 23 يوليو عام 1952 ليحققوا الأهداف الكبرى التي نادى بها الشعب، فقد كانوا طليعته في الكفاح، واليوم أثبت الشعب أنه هو الطليعة.
قلد الرئيس بعد ذلك قادة الثورة باسم الشعب قيادة مين؟ أولئك الذين حملوا الأمانة وشاركوا في الجهاد من أجل بناء الوطن. كان الرئيس يعانق إخوانه من الطليعة التي خرجت تعلن كلمة الشعب قوية عالية لتحقق الحياة الحرة والمستقبل المضيء. إن شعب مصر يرد الأمانة لأهلها وهو يقدر جهود العاملين المخلصين. أعلام القوات المسلحة الثلاث، وأحيت الحفل الساهر السيدة أم كلثوم في هذه المناسبة التاريخية السعيدة. وفي صباح اليوم التالي توجه الألوف من أعضاء نقابة المهن التعليمية تقدمهم النقيب الطاغ أركان الحرب كمال الدين حسين وزير التربية والتعليم إلى دار رئاسة الجمهورية لتهنئة الرئيس جمال عبد الناصر. واحتشد الألوف من المواطنين والمواطنات في دار الرئاسة في انتظار كلمة زعيم مصر. وأعلن وزير التربية والتعليم أن المعلمين وراء الرئيس في زحفه المقدس لتحقيق الغايات الكبرى. خاطب الرئيس الجموع المحتشدة فقال إن مصر قد أثبتت للعالم كله قوتها وعبرت عن ثقتها بالثورة وأهدافها، وأن سبيلنا أن نسير دائما إلى الأمام من أجل البناء وتحقيق العدالة الاجتماعية. وهكذا ووسط مظاهر الفرح الشامل عبرت مصر عن فرحتها بأعيادها الكبرى. إنه يمثل انفتاح الشعب المصري ونهضتنا الجديدة ووثبتنا الخالدة، اشتركت فيه المصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات. وفي 7 أكتوبر اجتمع مجلس الأمة لمباشرة الإجراءات الدستورية وترشيح رئيس الجمهورية الجديد. وبعد جمع الأصوات وفرزها أعلن الدكتور لبيب شقير رئيس المجلس ترشيح السيد أنور السادات بإجماع أصوات الأعضاء رئيسا للجمهورية العربية المتحدة. وتناول رئيس المجلس في كلمته الإجراءات الدستورية الخاصة باختيار رئيس الجمهورية ومراحلها المختلفة. ووصل السيد أنور السادات إلى مجلس الأمة بعد أن أبلغ نبأ ترشيحه من المجلس. وقال السيد أنور السادات لأعضاء مجلس الأمة: إنني أعتبر ترشيحكم لي توجيها بالسير على طريق عبد الناصر، وإنني لأودع هذا المجلس بيان 30 مارس كوثيقة وعهد وبرنامج أسير عليه. وفي وفود الفلاحين أعلن السيد أنور السادات أننا لن نفرط في شبر واحد من الأرض العربية، لن نفرط في مكسب واحد من مكاسبنا الاشتراكية، ولا في حرف واحد من مبادئ الزعيم الراحل. وسيعلم أعداؤنا أنه مهما كانت آثار الفجيعة في فقد القائد فإن الشعب الوفي سيقوم بدوره مضحيا بكل مرتخص وغال. واستمر لقاء السيد أنور السادات بالوفود المختلفة مؤكدا لهم وحدة الشعب المصري
ووقوف القوات المسلحة المصرية في حالة استعداد دائم للقيام بواجباتها حماية للشعب الذي سيقف خلفها سدا واحدا. وفي 17 من أكتوبر عام 1970 عقد مجلس الأمة جلسة خاصة أدى فيها الرئيس أنور السادات يمين الولاء للدستور والقانون والشعب. وفي بداية الجلسة تحدث الدكتور لبيب شقير رئيس المجلس فأعلن نتيجة الاستفتاء، ثم قدم إلى الأعضاء السيد أنور السادات رئيس الجمهورية لتأدية اليمين الدستورية. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. وهكذا باشر الرئيس الجديد للجمهورية العربية المتحدة مهام منصبه بعد أن اختاره الشعب ليواصل مسيرة النضال التي بدأها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. أيها الإخوة المواطنون، لابد أن أصارحكم أنني أعتز بالنتيجة التي أسفر عنها الاستفتاء الشعبي. إن أكثر من 6 ملايين قالوا نعم لترشيح، وأكثر من 700,000 قالوا لا. وأعتبر بأمانة أن هذه ظاهرة صحية، وإن كنت أود أن أضيف اعتقادي الشخصي بأن الذين قالوا لا لم يقولوها اعتراضا على الثورة ولا على استمرار الطريق، وإنما كان قولهم لها تحفظا على المرشح لرئاسة الجمهورية نفسه. إنني أعدكم أنني سأكون للجميع، للذين قالوا نعم وللذين قالوا لا. إن الوطن للجميع، والمسؤول فيه مؤتمن على الكل بغير استثناء. لقد شرفني أن يقول أكثر من 6 ملايين رأيهم بنعم، واعتبرت ذلك حسن ظن مسبق أعتز به، وأرجو الله أن يمنحني القدرة على أن أكون أهلا له وجديرا به. ولقد شرفني في نفس الوقت أن يقول أكثر من 700,000 رأيهم بلا، ولم أعتبر ذلك رفضا، وإنما اعتبرته حكما مؤجلا. وأرجو الله أن يمنحني القدرة على أن أصل بالأمانة إلى حيث يجب أن تصل الأمان، وأن يجيء الحكم المؤجل قبولا حسنا ورضا من الناس والله في نهاية المطاف. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة،
وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. نردد جميعا وقوفا تحية